يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا وصفة إيطالية بامتياز، اللازانيا. رح نعملها بأسرارها وبأطيب طريقة، طبقات من الباستا الطرية وصوص اللحم الغني. هالوصفة رح تغير مفهومكم عن اللازانيا وتخليكم تعملوها كل أسبوع. تعالوا نحضرها مع بعض خطوة بخطوة. بطنجرة على الغاز بضيف ربع كاسة زيت زيتون، وبضيف عليهم بصلتين فرمتن ناعمين، وبحركن منيح لحتى يدبلوا. وبضيف عليهم كيلو لحمة غنم وبحركن وبتركن حتى تستوي اللحمة 3/4 الاستواء. وبضيف عليهم جزرتين مبروشين وشوية فطر، وهدول المكونين اختياري، أنا حبيت ضيفهم لأنه بيعطوا اللازانيا نكهة كتير طيبة. وبحركن مع بعض كتير منيح. وبضيف عليهم بندورة برشتها وجهزتها، ومعلقة دبس بندورة، وبضيف عليها كاسة مي. أنا حسيتها لسه بحاجة مي، ضفتلها 3/4 الكاسة. وبضيف معلقة ملح ومكعب ماجي ونص معلقة فلفل أسود ومعلقة أوريغانو، وبحرك وبسكر عليها حتى تتعقد. وهيك صارت جاهزة. شوفولي هالمنظر اللي بياخد العقل والريحة اللي بتفتح النفس. وهلأ بدي أعمل البشاميل. بطنجرة بضيف 3 ملاعق زبدة وبدوبهم، وبس ذابت الزبدة بضيف 8 ملاعق طحين وبحمصهم مع بعض كتير منيح. وبضيف عليهم من كاسات حليب، وطبعا كل كاسة حليب بتحتاج معلقة طحين. وبضل عم حرك لحتى ما يصير عندي تكتلات. وبضيف عليهم معلقة ملح ونص معلقة فلفل أسود ومكعب ماجي، وبضيف كوب جبنة موزاريلا، اختاروا نوعيتها تكون ظريفة. شوفولي شطة الجبنة ما أحلاها. وهلأ بدي طبق اللازانيا. بصينية بضيف أول طبقة البشاميل وبوزعها على كامل الصينية، وبعدها بصف اللازانيا بالصينية بهذا الشكل.
وبضيف فوقها صوص البندورة مع اللحمة والفطر. وبضيف فوق البشاميل، وكمان بضيف طبقة اللازانيا هيك لحتى خلص كل الطبقات. آخر طبقة بحط صوص البندورة مع اللحمة وفوق البشاميل، وبعطيها رشة أوريجانو. وبدخلها على الفرن مدة 3/4 الساعة حتى تستوي اللازانيا. بعدين بطالعها وبوزع جبنة الموزاريلا عليها، وبرجعها على الفرن مدة ربع ساعة. وهلأ بعد ما طالعتها من الفرن شوفولي الجمال والريحة يلي بتشهي، ورح أقطعها لحتى ورجيكن الطبقات من جوا. بنصحكم كتير إنه تجربوها لأنه كتير بتلبق للعزايم وبتبيض الوجه، وفعلا أكلة كتير طيبة وبتستاهل التجربة. واكتبولي رأيكم بالتعليقات، وكالعادة إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس.